الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الكابتن باسم الزمر من تاني حلقات برنامج الكرة مع باسم. هنحلل النهارده ماتش الزمالك والداخلية على ماتش الزمالك. النهارده نتكلم فنيات عن نادي الزمالك. الزمالك النهارده لعب بطريقة، يعني الداخلية كان يقدر يفوز النهارده 2-3-1. الزمالك محتاج يجيب صفقات جديدة علشان الزمالك شكله مش حلو خالص. الزمالك مفيش مقارنة خالص من الموسم الماضي والموسم اللي قبل الماضي. الموسم اللي فات واللي قبل اللي فات لازم الزمالك يدعم صفقاته، ولازم الزمالك يجيب لعيبة كتيرة. يعني مفيش مقارنة خالص بين عمرو السيسي ورؤى ودونجا، فرجاني ساسي وطارق حامد. مفيش مقارنة خالص بين مصطفى شلبي واشرف بن شرقي. يعني لا يوجد مقارنة خالص بيهم خالص، ولا يوجد مقارنة بابو جبل وجنش بعواد وصبحي. لازم الزمالك يدعم صفقاته الموسم الجديد، لازم الزمالك يشتغل على نفسه، لازم الزمالك يجيب لعيبه سوبر للموسم الجديد. المدرب الزمالك جايبه ده، اخوان سوريس ده، مش لا يسأل خالص عن الموسم ده خالص. ما ينفعش اصلا نجيب مدرب من الموسم ده للموسم الجديد. الزمالك احسن من كده، الزمالك جماهيره اكتر من كده، الزمالك عنده شعبيه وجمهور. لازم الزمالك يدعم صفقاته للموسم الجديد، لازم الزمالك يشتغل على نفسه للموسم الجديد. خلاص الموسم ده نادي الزمالك نسيان خلاص، يعني جمهوره ومجلس ادارته ولاعيبته كلها الانسان. لازم الزمالك يجيب صفقات، اعلى صفقات ممكنه. الزمالك احسن من كده. الزمالك واخد دوريين، الموسم اللي فات والموسم اللي قبل اللي فات، وصل لنهائي افريقيا ضد النادي الاهلي، بس النادي الاهلي خد افريقيا كالعاده. الزمالك لازم يشغل نفسه ويجيب. الزمالك كده حرام في المركز الرابع، يعني يتمنى يلعب السنه الجايه في بطوله الكونفدراليه، ينافس على الكونفدراليه، يلعب على المركز الرابع. الزمالك لازم يجيب صفقات ولازم يجيب حاجات. شكرا، سلام عليكم.